يا جدعان يلا بينا، الصلاة هتضيع. مولاي اني ببابك. ايه يا عم الشيخ نور الإيمان اللي طفى علينا مرة واحدة ده؟ أقول له يا اسطى حرام عليك بلاش تشتم في حاجة اسمها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أها هتعمل علينا شيخ بقى. فأقول له يا ابني أنا خايف عليك. يقول لي هتعمل علينا شيخ؟ يا ابني أنا زي زيك والله لولا ستر ربنا. يقول لي أنت هتعمل علينا شيخ برضه؟ يا عالم يا بنت الإيه؟ هتشتم؟ هو في شيخ بيشتم؟ يا ابني لا ثانية واحدة بس، هو عشان أنا قلت لك نصلي ركعتين وبتاع يبقى أنا كده شيخ وطلع لي جناحات وبقيت من 10 مبشرين بالجنة؟ أقول له يا عم بلاش أغاني في الستوري يا اسطى عشان الذنوب الجارية وبتاع. يقول لي على أساس إنك ما بتسمعش يا شيخ. يا ابني أنت مالك بيا؟ أنا خايف عليك، أنا قلت لك أنا زي زيك بغلط وبقع وبعك الدنيا يا ابني، إحنا تحت الصفر والله. يقول لك أنت بتقول ما يلا نحفظ قرآن، يبقى أنت كده مش شيخ؟ ما هو يا ابني إحنا بنغرق وبنحاول نتشعبط في أي حاجة تنجينا، هو أنا قلت لك إن نبي يا عم؟ طب اقول لهم يا جدعان ربنا بيقول والرسول بيقول. اها الرسول ربنا ايه يا عم؟ استهدى بالله كده، انت تعمل عليا يا شيخ؟ البس خاتم التسبيح يعني اي حاجه. ايه ده؟ الحق ده بيسبح مليون مره، ده عايز يدخل الجنه لوحده. اقول له مليون مره ايه يا ابني؟ ده انا بجيب لي 20 تسبيحه بالعافيه. اها عمك الشخشوخ جه. انا ولا شيخ ولا بعمل شيخ ولا هكون احسن منكم، انا مجرد واحد غرقان بيلم اي حسنه اي ركعه اي حاجه تستره قدام ربنا يوم الحساب. فبالله عليكم سيبوني احاول انضف وبلاش استفزاز. سلام.